افضل ليك. كابتن خط وسط المغرب اعتقد راح يتعب اي منتخب. ايوه ايوب ده اكتشاف ما شاء الله. عيناوي ما شاء الله عليهم الاثنين دول. انا كنت متخوف ان الاثنين دول ما يقوموش بالادوار الدفاعيه. لا. ايوب اليوم 86 لمسه في المباراه. طيب. يعني تقريبا لمسه كل دقيقه. وكان بيلعب عليه برونو وبيلعب عليه كازيميرو وبيلعب عليه باكيتا. وانشيلوتي غير الثلاثه. وده كابتن محمد زي ما قلت لك متاح في كل حته. وامتى يباصي بالعرض وامتى يباصي لقدام، فكان حل من الحلول. الاثنين اللي موجودين في عمق الملعب السنتر باكين كان لهم دور برضه في عمليه، فهو متاقلم في الشوط الثاني على ردود الافعال بتاعته. واتكلم في نقطه مهمه جدا اللي احنا اشرنا ليها بين الشوطين في الشوط الاول، وحته الاطراف وخاصه ناحيه فينيسيوس. كان دايما السنتر باك اللي ناحيه حكيمي ما بيروحش يغطي في المساحه دي، هو خلاه ديوب في بعض الاحيان في الشوط الثاني بيروح في المساحه، وخلى دياز يرجع يساعد حكيمي في بعض الامور الموجوده في الشوط الثاني. فده التوازن اللي احنا بنتكلم عليه. بدون كوره ادوار اللعيبه بدون كوره محسوبه، وادوارهم بكوره محسوبه. فاعتقد ان الاداء زي ما قلت اداء تكتيكي مقنع، والافكار الهجوميه محتاجه وقت. انما اللي شفناه في الشوط الاولاني من الافكار الهجوميه وافكار دفاعيه بدون كوره وسط الملعب. انا لازم 100 مره محمد اتكلم على وسط الملعب. العناوي وايوب قدموا مباراه كبيره، ودول المسؤوليه بتاع التوازن، لان المسؤول عن التوازن في اي فرقه وسط الملعب. الدور الاثنين بكوره وبدون كوره. لا، انا عايز ايوب لمس الكوره النهارده كام مره، وعمل فقد الكوره كام مره، ولا مره. 100 تمريره، مباراه مثاليه. وبعدين متاح لل10 لعيبه، متاح لبونو، متاح على طول لأديوب، متاح لحكيمي، متاح لمزراوي بيلعب لقدام. انت نفس الفكره ونفس تقريبا نفس اللقطه. يعني برضه طرد على طول. نحن فرناندينيو رايك؟ لا أعتقد أنهم يستحقان الكرت الأحمر. كانت أخطاء ولكنها لا تستحق الكرت الأحمر. أعتقد الأصفر كان يستحقانه، ولكن ليس على الأرض. والتدخل تقريبا يعني في منطقة أسفل من حالة شوط الأول. لاحظ تدخل عنيف صح، بس يعني تحت. لقطة حكيمي على فينيسيوس تقريبا رجل مرتفعة أقرب إلى الساق، ماشي شوية أعلى صح؟ ماشي. الحالتين يا كابتن محمد. الكرة فين؟ الكرة فين؟ الرجل اللي بعيدة عن الكرة بتاعت البرازيل. كرة حكيمي. بس أنا رجل حكيمي شوية مرتفعة كابتن، أعلى نسبيا من كرة برونو. هو تعامل مع الحالتين نفس التعامل. أنا بالنسبة لي أحمر. ده بالنسبة لي. سايس؟ أظن بأنها أخطاء فعلا مخيفة، ولكن أنا سأنضم إلى فرناندينيو في الرأي. في الحقيقة هذا جزء الدوري الإنجليزي الممتاز يتكلم هنا، وتعودنا على مثل هذه التدخلات. بطاقة صفراء في الحالتين يكفي في الحقيقة، ولكن هذه أشياء في يومنا هذا يجب الانتباه لها بالتأكيد مع نظام تقنية الفار. كل شيء قد يتغير في رمشة عين في الحقيقة، وهذه أشياء يجب في المستقبل الانتباه إليها ومثل هذه التدخلات، لأنني أعتقد بأن الحكام أيضا يدرسون تماما المباراة وينظرون إلى ما يحدث ويلاحظون كل شيء ويحاولون تحسين قراراتهم كذلك. لذا ربما في مباراة أخرى لن تمر هذه اللقطة دون أي نتيجة، لذا كانوا محظوظين اليوم، ومن حسن الحظ انتهت المباراة ب11 لاعب لكل فريق. نحن مشاهدين الأعزاء بين شوطي هذه المباراة كنا قد عرضنا لكم لقاء مع ماركينيوس قائد المنتخب البرازيلي الذي تحدث لوسائل الإعلام العالمية بين الشوطين، لكن كان من المفترض أن يقوم فينيسيوس بلقاء بين الشوطين المباراة، لكنه رفض هذا اللقاء. ربما كان مستاء بعض الأمور، من هذا التدخل من حكيمي. نستمع لما قاله لمسؤولي الفيفا عندما رفض إجراء مقابلة بين الشوطين المباراة. نتابع. هنا فينيسيوس يرفض المقابلة مع مسؤولي الفيفا لوسائل الإعلام العالمية بين شوطي المباراة، وعندما قال له مسؤول فيفا بأن هناك غرامة قال سأدفع الغرامة. أحيانا هذا اللاعب كثيرون يحبون فينيسيوس لأنه لاعب مميز، لكن يقال أحيانا بأن ردود الأفعال لدى هذا اللاعب يعني أحيانا تخرج عن السيطرة. شاهدنا له الكثير من مواقف في الدوري الإسباني مع جماهير فالنسيا، مع جماهير الكثير من الأندية، والآن كذلك رغم أنه سجل هدفا وخرج المنتخب البرازيلي متعادلا، خرج منفعلا ورفض إجراء أي مقابلة بين الشوطين المباراة.
Sim, é verdade. Eu acho que em alguns نعم، في بعض الأحيان فينيسيوس دائما يظهر عصبيته داخل أرضية الملعب وخارجه أيضا، وخاصة في إسبانيا بعض الفرق الإسبانية وخاصة بعض الجماهير من بعض الأندية في إسبانيا. لكن نحن من الصعب علينا أن نتفهم حالته النفسية وكيف سيعطي مقابلة بين الشوطين. كان هدفا مميزا للغاية وكان من الواجب عليه أن يقوم بالحديث عن هذا الهدف، ولكنه قرر أن لا يعطي هذه المقابلة وقرر أن يدفع الغرامة. يجب أن نحترم قراره، طبعا لا نوافقه الرأي ولكن نحترم شعوره تلك اللحظة. أعتقد أنه في المباراة اليوم وكي يتخذه العديد من اللاعبين كقدوة. لكن لاعب كرة القدم مع مرور السنوات يتغير. فرناندينيو في موسمه الأول في مانشستر سيتي ليس فرناندينيو في موسمه الأخير. لعبت في قلب الدفاع، كنت تتأقلم مع مختلف ظروف اللعب. هناك من يرى بأن تغير فينيسيوس وتعامل هذا اللاعب وتأقلمه مع هذه الظروف الصعبة واستفزاز الجمهور لم يتحسن رغم مرور الآن سنوات طويلة له مع ريال مدريد في أوروبا. نعم، كل شخص له شخصيته الخاصة به ويمر بلحظات مختلفة عن اللاعبين الآخرين. عندما وصلت إلى إنجلترا تعلمت الثقافة والعادات والتقاليد هناك والحياتهم اليومية، وتعلمت اللغة بشكل سريع كي أستطيع التواصل مع الجماهير ومع الإعلام. لذلك هناك العديد من الأمور يجب علينا كلاعبين أن نتعامل معها يوميا، وخاصة في التدريبات والمباريات وأيضا مع المؤسسة التي نعمل لها. ولكن فينيسيوس جونيور لاعب شاب ولا زال أمامه الكثير كي يتعلمه وكرة القدم البرازيلية، وأيضا لأن العديد من الأطفال يشاهدونه وهو قدوة لهم، لذلك يتوجب عليه التصرف بشكل إيجابي. بالطبع اليوم لم يكن تصرفه تصرفا إيجابيا، ولكن أعتقد أنه في المستقبل سيفهم أنه عليه يتوجب عليه أن يعمل بشكل احترافي، خاصة أنه قدوة في كرة القدم العالمية. رأيك محمد، اليوم يمكن الكاميرا جات على نيمار أكثر من بعض اللاعبين اللي لعبوا أساسيين في هذه المباراة. أعتقد بأن اليوم وصل فينيسيوس لمرحلة يجب أن يكون هو الظاهر رونالدو وروماريو وريفالدو ورونالدينيو لهذا الجيل. بص، هو بعيد عن الموقف بتاع فينيسيوس محمد، أنا ما بحبش اللقاءات بتاعت بين الشوطين. الوقت ضيق بين الشوطين. هي اللي بتبقى للقنوات الإعلامية والتلفزيونية. بس هذا كابتن بروتوكول يتم الاتفاق عليه بين الفيفا وكل منتخبات قبل بداية البطولة. ماشي، البروتوكول بعد الماتش غير بين الشوطين. بين الشوطين ما تقدرش انت تختار انت كقناة مين اللي يقول التصريح. سيب معاك، بس هو حر. في كل لعيب له عقلية يا محمد، كل لعيب له شخصية. انت لما كنت بتلعب مثلا انا محتاج اركز، انا محتاج ان انا خلاص 45 دقيقه خلصت عاوز اركز، مش عاوز حد يشتتني ولا اقول ولا اطلع في التلفزيون، صح؟ انما بين الشوطين لو الطلب بعد المباراه لو الطلب وما راحش حط العقوبه عليه. بين الشوطين لا. كرة القدم لها اسلوبها الخاص يا محمد، ولاعيبه كرة القدم وهم ندوا بالغرامه وقال لك انا ادفع الغرامه ما عندي مشكله. فده انا بعد اللي شفته بالصراحه في وسط الملعب محتاج عنده حق انشيلوتي يجيب نيمار، لان الفريق يفتقد صانع العاب. الفريق يفتقد اللي بيربط الثلاث خطوط. باكيتا في بعض الاحيان باكيتا بيقوم بالدور ده بس مش بنفس الجوده ولا المهاره بتاع نيمار لو جاهز. فالنهارده رغم اللي احنا بنقول على فينيسيوس قدم مباراه هو كان احسن واحد في الخط الهجوم. هو كل مصدر الخطوره كل ما تروح الكوره لفينيسيوس. النهارده انشيلوتي لا تياجو ولا شفنا رافينيا. عنده 3 مشاكل في 3 خطوط. المشكله الاولى الظاهرين في خط الدفاع. لا ايبانيز ولا دانيلو مقنعين. السلبيه الثانيه البطء في نص الملعب. السلبيه الثالثه ولا ظهور رافينيا ولا ظهور تياجو. فعليه يعالج هذه ال3 اخطاء. ال3 مشاكل اللي ظهرت ليه في اول مباراه لازم يعالجهم بسرعه. ممكن الخصمين او المنافسين اللي جايين للماتشات الجايه مش بنفس الجوده ولا بنفس الاداء بتاع المغرب، انما لازم يعالجها بسرعه. وربما البطولات المجمعه تبدا تدريجي او تصاعدي افضل ليك. كنت خط وسط المغرب اعتقد راح يتعب اي منتخب. ايوه ايوب ده اكتشاف ما شاء الله. عيناوي ما شاء الله عليهم. الاثنين دول انا كنت متخوف ان الاثنين دول ما يقوموش بالادوار الدفاعيه. ايوب اليوم 86 لمسه في المباراه. طيب
يعني تقريبا لمسه كل دقيقه، وكان بيلعب عليه برونو وبيلعب عليه كازيميرو وبيلعب عليه باكيتا، وانشيلوتي غير الثلاثه. وده كابتن محمد زي ما قلت لك متاح في كل حته، وامتى يباصي بالعرض وامتى يباصي لقدام، فكان حل من الحلول. الاثنين اللي موجودين في عمق الملعب السنتر باكين كان لهم دور برضو في عمليه خروج الكره تحت الضغط. فالنهارده الفرقه زي ما قلت اشتغلت كويس قوي منتخب المغرب بكوره وبدون كوره، الكل ملتزم. وميزه الفرقه يا محمد ان هم معظمهم صغيرين، متوسط الاعمار بتاعهم صغير. وغير كده زي ما قلت لك امتى تهاجم كفريق وامتى تدافع كفريق، وزي ما قلت زي البدايه مهمه، وما بتلعبش اي حد، انت بتلعب بطل كاس العالم 5 مرات. طيب دعونا الان نستمع لعمر فهمي الذي ذهب الى المنطقه المحيطه بملعب المباراه واجرى مجموعه من الحوارات. عمر تفضل. المغرب يتبقى له مباراتان مع اسكتلندا وهايتي، متفائل بصدارة المجموعة. المباراة الأولى كانت هي المباراة الصعبة أمام منتخب برازيلي، حققنا فيها التعادل، واخا كنا كنشوفوا أننا كنستحقوا الاستنشار حيتاش حنا اللي شدينا كرة وحنا اللي لعبنا، قدمنا واحد لاعب ممتاز، فكنتمناو